سيرتك الذاتيه سي في بقت موضه قديمه. تعال اقول لك على الجديد. بشوف السير الذاتيه بتاعت الشباب اللي لسه متخرجين من جامعات محترمه جدا، وبصراحه بلاقي مهزله. ما هو طبيعي، لان ما كانش عندك خطه من سنه اولى جامعه. فاكر ان مهمتك هي محاضرات، مذاكره، امتحانات، تقديرات وخلاص تشكرات. يا شباب لازم تفهموا ان السي في التقليديه حتى لو مكتوبه باحتراف ما بقتش كفايه علشان تدخل بيها سوق العمل. الفكره ان الشركات ما بقتش تصدق اللي مكتوب، عايزه تشوف دليل على مهاراتك. طب انا ليه بقول لك الكلام ده؟ انا بوجه كلامي للشباب اللي عايز يطور من نفسه. اللي مش عايز من فضلك ما تكملش الحلقه. ببساطه لو فضلت واقف عند السي في اللي ناوي تكتبها بعد التخرج هتلاقي نفسك متاخر عن غيرك بخطوات كبيره جدا. لان ببساطه اصحاب العمل النهارده مش عايزين ورق. في عصر الاي اي بيدوروا على بروفايل رقمي، شهادات اونلاين معتمده، كورسيرا، يوديمي، جوجل، مايكروسوفت. ما ينفعش تتخرج من غير امتحان تويفل، ايلتس، ديجيتال ترانسفورميشن، اي سي تي. والكورسات دي لازم تبداها وانت لسه في الجامعه مش بعد ما تتخرج. وخليك عارف الصيف مش كله ملكك. خطابات الخبره اللي هتحتاجها بعد التخرج بتتبني من تدريبك في الصيف، وكل ده محتاج يبقى اونلاين، محتاج اكاونت زي لينكدين نشط وعلى المستوى دولي. ولو عايز تعرف ازاي تعمل ده افتح اليوتيوب واكتب هاو تو ماستر ماي لينكدين بروفايل. الخلاصه خطتك الصح بتتكون من شهاده جامعيه، مهارات من كورسات معتمده، خطابات خبره، وكل ده معمول له ديجيتال بروفايل. ساعتها يبقى فاضل لك بس تتعلم ازاي تكتب السي في بنظام الاي تي اس. وما تنساش تتفرج على حلقه وانت في الجامعه مهاراتك اهم ولا تقديراتك علشان تعرف تبني البروفايل بتاعك صح. انا مصطفى بالسعود ودي كانت في 60 ثانيه. استنوني الحلقه الجايه. سلام.